السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف سر أو أسرار إن يكون العقد بتاع الأزهار الليمون أو البرتقال أو اليوسفي أيضا. زي ما انتم شايفين كده ثبات العقد، يعني بعد التزهير يثبت العقد بتاعنا. في بعض الطرق اللي احنا لو عملناها واتبعناها بالشكل السليم ونفذناها إن شاء الله هيكمل معانا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. يعني في بعض الازهاريات لسه موجودة. اول حاجة بنعملها وهي عمر الشجرة، يعني ما نجيش مثلا على شجرة لسه عمرها صغير، عمر سنة او سنتين، ونقول لا ده ما بتثمرش او الثمار بتاعتها لسه ما عقدتش. فده لا طبعا، لازم يمر عليها فترة. وطبعا من الأسباب التانية تطعيم الشجر المطعم غير الشجر المزروع من البذرة. الشجر المزروع من البذرة ممكن يتأخر ل4 سنين وممكن يوصل ل6 سنين على ما ينتج، أما الشجر المطعم فممكن ينتج بعد سنة على طول، يعني إنتاجه سريع. فده برضو من ضمن أسباب ثبات العقد بعد التزهير، أو إن الشجرة بتاعتنا تثمر بالطريقة السليمة. أيضا من الأسباب الأخرى وهي ري النباتات بتاعتنا. ري النباتات بالشكل الصحيح المنتظم برضو من ضمن الأسباب. يعني بعد ما الشجرة تبدأ تزهر فترة التزهير لازم طبعا الري يكون بانتظام، يعني على حسب برضو التربة وحسب ري النبات بتاعنا وحسب الجو عندنا. كمان يعني اول ما يبدأ الزهرة تنضج وهيثبت بقى العقد بتاعنا او البلحة دي تبدأ تتكون، فهنأخر الري شوية. يعني بدل ما كنا بنروي كل اسبوع هنروي كل اسبوعين او 20 يوم كمان. ده عشان الثمرة بتاعتنا تشيل كمية ثمار كويسة ان شاء الله. كمان يعني لو مزرعة كبيرة او مثلا احنا زارعين في حديقة المنزل، فطبعا لازم عدم تعرضها للتيارات الهوائية. لان التيارات الهوائية الشديدة بتؤدي الى تساقط الازهار، يعني حتى قبل ما تقعد الازهار بتاعتنا بتتساقط. فعشان كده لازم يتعمل في المزارع الكبيرة مصدات رياح. ولو هنزرع في حديقة المنزل لازم طبعا نحطها في مكان غير معرض لتيارات الهواء الشديدة. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وإن شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.